وبعدين يا اوسكار لما انت طب ما انا اولى بيك يا عم، بتروح لغريب ليه؟ انا موجود يا عم، قول له وانا اظبطك. انا اولى بيك صدقني، على الاقل مش هفضحك، هفشخك بس. عراشة ما حدش قالك في البيت اللي انت عبتوا عراسة على اوسكار ولا ايه؟ وبعدين انت بتعرفيه ده ياما شتمك عندي في الخاص، بس انا ما بحبش اعمل مشاكل مع حد ولا اوقع حد بين حد عشان تبقي فاهمه. وبعدين يا رشا لو انت هتتكلمي على حقارة تمام، فانت واوسكار اصل وموضوعا ليها. وقبل ما انت ما تشتمي وتقولي حقير ومش حقير، افتكري مودي انه وقف معاكي قد ايه، وافتكري ان انت كنت بتيجي تعيطي له وتقولي له الحقني يا مودي ومش الحقني يا مودي، والكلام ده حصل تمام عشان تبقى فاهمه. فلما يوم ما تعرضي على اوسكار ما تعرضيلهوش وتقفي معاه على حسابي تمام. انا وهو اللي بينا مش هيخلص عشان تبقى فاهمه، فما تدخليش نفسك في الكلام مالكيش فيه عشان تبقى فاهمه بس. وبعدين انا مش هطلع زي خول واشتم في البنات، انا كان ممكن اقدر اشتمك بس انا مش هشتمك، عارفه ليه؟ عشان انا اسمع ان انا اشتمك، عشان هو خول بيشتم البنات، انا مش هبقى خول زيه عشان تبقى فاهم. كان معكم مودي، بحبك وحشين. بلاكو لا تبكي لا تبكي يا ولدي. شوف بلاكو انت تقول ابوك رباك مو؟ يا كذاب، ابوك مات من قبل لا تجي، من قبل لا تطلع عيني من البويضات حق امك، من الكس حق امك، شايف كيف؟ هذه على ابوك المتوفي يا ابن القحبه، هذه عليك يا ابن الكلب، وهذه على مماتك، على حواش سيع. قبل احنا نستمر على البوم، مو فاضيين لك يا طيز، حياتي يا اخي ما فيك، انا ما فيك.